عليكم وأول فيديو إن شاء الله في كورس مايكروسوفت فابريك. مايكروسوفت فابريك من الحاجات اللي يعني بدأت تطلع، ومايكروسوفت فابريك بتحاول إيه يعني تساعد الناس إن هي تتعلمها. فدي فرصة كويسة جدا ليك إنك تبدأ من دلوقتي، لأني أعتقد في المستقبل إن شاء الله ممكن تكون مطلوبة. طيب، مايكروسوفت فابريك أول حاجة هي مدية 60 يوم ترايل فور فري، فتقدر تعملها من خلال انك هتكتب بس مايكروسوفت فابريك تراي مايكروسوفت فابريك، وهتعمل اكاونت. بس عشان انا اوريدي عندي فايه هيفتح على طول على الاكاونت اللي موجود. طيب، بتحتاج ايه؟ بتحتاج يكون عندك اكاونت بيزنس. يعني هنا لو انت اخترت مايكروسوفت فابريك عايز تعمل اكونت بيزنس، بيبقى فيه 30 يوم تقريبا ممكن تعمل تراي فور فري. بيعمل لك ايميل كده اللي هو بيبقى اخره دوت اون مايكروسوفت دوت كوم. فانت تحتاج الايميل دوت، ممكن تدخله وتبدأ بقى ايه تأكتف الترايل بتاعتك. هتلاقيها سهلة، يعني الموضوع يبقى سهل وبسيط. طيب، أول حاجة احنا المفروض نفهمها أو نتكلم عنها، يعني ايه أصلا مايكروسوفت فابريك. طيب، مايكروسوفت فابريك هو دوت end to end analytics بلاتفورم. بمعنى ايه؟ بلاتفورم واحد هم عملوه علشان كل الناس اللي بتشتغل في الداتا يشتغلوا في نفس البلاتفورم. فسواء انت داتا انجينير او داتا او بي اي او داتا ساينتست او ايا كان الرول بتاعتك ايه، كلنا هنشتغل على مايكروسوفت فابريك. فهي جامعة بلاتفورم تقدر تعمل فيه انجست وستور، تعمل بروسيس، تانلايز الداتا بشكل قوي. يعني مديك كل التولز، سواء انت هتعمل مثلا اناليتكس على داتا ستريمينج هتعرف تعمل كده. لو عندك باتش هتعرف تعمل كده. عايز تعمل داتا وير هاوس هتقدر تعمل. عايز تعمل داتا ليك هاوس هتقدر تعمل. كل حاجة تقدر تعملها من على نفس البلاتفورم. اوكي. طيب، تعالوا الاول نتعرف كده على حاجات هي هتلاقي بتتكرر معانا. لو في حاجة مش فاهمها قوي، لما نيجي نشتغل بايدينا هتفهمها اكتر. اول حاجة هي الوان ليك. هتلاقي دايما موجود، حتى هي موجودة هنا اهوت، اللي هي الوان ليك كتالوج. دوت عبارة عن ايه؟ تعالي نشرحها على اللاير دوت او الدياجرام ده يبقى اسهل. هي لاير كده استورج كده محطوطة مبنية على الداتا ليك ايجر داتا ليك جين 2. بمعنى ايه؟ انا عندي ستورج لاير. الستورج لاير دي بخزن فيها اي نوع من انواع الداتا. لو انا اتعاملت مع داتابيز هحطها هنا. لو انا اتعاملت مع ايجر امازون ايا كان السورس بتاعي، في الاخر هي ليه اكسس على ان وان ليك. ليه بعمل كده؟ لان هو عايز، ده مفهوم الفابريك اللي هو ايه، انا عايز اجمع الداتا في مكان واحد. واي واحد بيتعامل مع الداتا ما يبقاش بعمل دوبليكيت للداتا او اموف الداتا من مكان لمكان. لا، انا ممكن مثلا حته الميرورنج دي، ان انا هتعامل مع مثلا Azure SQL database من غير ما انقل الداتا بتاعتي عندي. لا، انا هتعامل معاها على طول، يعني بعمل ميرورنج ليها، يعني كأني بعمل بوينت بشاور عليها. نفس الموضوع في السورسز التانية، ان انا مش شرط ان انا انقل الداتا عندي عشان اشتغل عليها. انا ممكن يكون عندي اكسس على الداتا في مكانها، واقدر اعمل ايه اناليسز عليها بشكل كتير جدا. طيب، الكلام كده 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 هيوضح ان شاء الله لما نبدأ ندخل في الموضوع اكتر. ده كده في الحتة الاولى. طيب، تعالوا نتعرف على البلاتفورم از بلاتفورم، وده هيساعدك اكتر تفهم. يعني بص، بس لو انا دلوقتي خلاص اكتفت البلاتفورم بتاع فابريك، هنلاقيه هو بالشكل ده. طيب، اول حاجه طبعا عارفين ان هي ورك سبيس دوت، كانك ايه، كانك بتعمل ورك سبيس ليك. فممكن تعمل مثلا ورك سبيس مثلا السيلز، وتحط فيها الداتابيس بتاعتها كل حاجه خاصه بيها. يعني تعمل، او مثلا تعمل كذا ورك سبيس، مثلا واحده للديفلوبمنت، واحده للتستنج، واحده للبرودكشن. الورك سبيس دي كانها حاجه ايزوليشن او حاجه يعني ايزوليتد، تقدر تجمع فيها الايتمز بتاعتك وتشتغل عليها كانها environment يعني.
طيب والكوبايلوت دوت طبعا ده اللي هو بتاع مايكروسوفت، اللي هو AI اسيستنت، ممكن تستخدمه ان هو يساعدك في كتابة كود، كويري وهكذا. المونيتور دوت اللي انت لما بتبدأ ترن حاجة بتبان هنا الاكتيفيتي بتاعتك. والريال تايم دوت هنعمل اصلا بروجكت عليه. فكرة انك تتعامل مع حاجة ستريمينج سهلة جدا. بص بقى لما اجي هنا هو تدوس مثلا كرييت، هلاقيه هنا مقسم الايتمز في سيكشنز. فانا مثلا عندي الداتا انجينيرنج سيكشن، هنلاقي تحتيها فكرة الليك هاوس، النوت بوك، انفايرمنت، سبارك جوب ديفينيشن، سنوفليك داتابيز. في هنا مثلا برضو بقسم الداتا فاكتوري، الحاجات اللي بتستخدمها في الداتا فاكتوري، سواء تعمل جوب، سواء اباتشي اير فلو جوب، داتا فلو جين 2. حاجات كتير تقدر ايه تستخدمها. وداتا ساينس دوت حاطين حاجات الخاصة بداتا ساينس، سواء ماشين ليرنينج موديل، اكسبيرمنت، نوت بوك، بايثون، داتا ايجنت، انفايرمنت. وبرضه هنا بنلاقي داتا وير هاوس هنشتغل عليها، من ضمن الحاجات اللي هنشتغل عليها ازاي تعمل داتا وير هاوس. وسيبها هنا بقى بيعمل مثلا ميرور لسنوفليك. فانت ممكن تران كويري لو انت عندك الداتا بتاعتك موجودة على سنوفليك، مش لازم تاخدها كوبي او تعمل دوبليكيت للداتا عندك، انت ممكن تشتغل عليها وهي ستيل في سنوفليك. وحاجات كتير جدا بقى ايه هتلاقيها، سواء في الداتابيس، في الجراف، زي ما احنا شايفين يعني ريال تايم. دي هنشتغل عليها، نعمل بروجكت كامل باستخدام الحاجات دي ان شاء الله. بعد كده تفهم الكلام ده كله، تعدي عليه تبقى فاهمه. واخيرا الباور بي اي، اي حاجه تحتاجها في الباور بي اي هتلاقيها برضو هنا اهو. فزي ما احنا شايفين كده، هو بلاتفورم فيه كل حاجة انت محتاجها، سواء ايا كان الرول بتاعتك في الداتا. لو انت بي اي، لو انت داتا ساينتست، لو اي حاجة هتلاقي السيرفيس اللي انت محتاجها موجودة في نفس البلاتفورم. طيب ده كده احنا ايه لفينا لفة كده على الداتا فابريك. طيب تعالوا نبتدي الاول. مثلا انا دلوقتي عايزة اتعرف على اول حاجة، وهي الليك هاوس. الليك هاوس دي من اهم الحاجات اللي انت المفروض تبقى فاهمها، علشان الكونسبت دوت هو قايم عليه مايكروسوفت فابريك، قايم عليه داتا بريكس، قايم عليه تولز كتيرة جدا في الداتا انجينيرينج. طيب اللي هو الليك هاوس. الليك هاوس باختصار هو انا عايزة اجمع بين مميزات الداتا وير هاوس والداتا ليك. طيب الداتا وير هاوس اللي احنا عارفينها، هي انا ببقى عندي الداتا بتاعتي structured، جايلي في شكل فايلز، وعايزه احطها في تيبلز زي الترانزاكشنز. مثلا عندي معلومات على الكاستمرز، حاجه كده ايه منظمه جايلي في شكل تيبل، ممكن احطها في الداتا وير هاوس بشكل ايه سليم. طيب دلوقتي اختلفت الموضوع ليه. دلوقتي بقت نوعيه الداتا ممكن تكون عايزه اعمل اناليسز على ايمجز، او الحاجات اللي هي جايه من السوشيال ميديا، مش الداتا بتاعتي مش جايه بشكل تيبلز، يعني اقدر احطها في تيبل. فجت فكرة ان انا عايزة اعرف اعمل ستور لنوعية الداتا دي باختلاف شكلها، سواء هي structured او semi structured او unstructured. فده اللي خلاني اروح للداتا ليك. الداتا ليك هي في الاخر storage، ممكن احط فيها اي نوع من انواع الداتا. بس مشكلة الداتا ليك ان هي مش مخليني اعرف اعمل اناليتكس بشكل قوي زي داتا وير هاوس. الداتا وير هاوس كنت ممكن اعمل عليها كومبلكس كويريز بشكل سريع جدا، والبرفورمانس بتاعها حلو جدا، وكمان بتسبورت اللي هي الاسيد، اللي هي في كونسيستنسي، ما ينفعش الترانزاكشنز تدخل في بعض، او وفكره الايزوليشن بتوين الترانزاكشنز. وده خاص طبعا بالبنوك، ان انا لو مثلا في تحويل وما كملش، لازم يريكورد دوت في الداتابيز، ما ينفعش ما يبقاش مكمل وانا اسجله في الداتابيز. ف النوعيه ديت خلت الداتا وير هاوس لسه ما زالت ليها مكانه. والداتا ليك بقت جاست ان انا عايزه اعمل ستور لنوع مختلف من انواع الداتا اللي هي مش تيبل بس. جه بقى انا فكره تانية، لا انا عايزه اعمل حاجه تجمع بين الميزتين، ان انا يبقى عندي flexibility في الستورنج، يعني اعرف استور الداتا ايا كان الشكل بتاعها ايه، وفي نفس الوقت اعرف اعمل اناليتكس عليها بشكل قوي. فجاء تفكيري الليك هاوس. الليك هاوس ان هو
بيجمع بين الداتا ليك والداتا وير هاوس. طب تقول لي بقى ازاي، يعني ازاي هجمع بتوين المميزات بتاعت الداتا وير هاوس والداتا ليك؟ هيضيفوا حاجه اوبن سورس كده اسمه دلتا ليك. دلتا ليك ديت لاير بحطها فوق الداتا ليك، بتعمل سبورت لحته الاسيد. طب ازاي بتعمل لها؟ يعني ازاي هيبقى عندي كونسيستنسي وعندي ايزوليشن وان انا اقدر اعمل اناليتكس على بشكل قوي على الداتا بتاعتي؟ ان هي زودوا حاجه كده اسمها ترانزاكشنال لوج. يعني ايه؟ يعني اي حاجه هتعملها على الداتا هتسجل في لوج. فدلوقتي سواء مثلا عملت ابديت هسجل ان حصل ابديت، عملت مثلا ديليت للرو هيسجل ان عملت ديليت للرو. فدلوقتي انا هقدر من خلال اللوج دوت اعرف ايه اللي حصل على الداتا. فكده ابقى انا مسكت او عملت كنترول للداتا الموجودة في الداتا ليك. ده كده باختصار في مفهوم الداتا ليك هاوس. طيب لو انا بقى بص انا كده شرحت لك الكونسبت نفسه، عايزه تعالى بقى نكسبلور. لو انا عايزه اكريت ليك هاوس بشكل دايركت، يعني تعالى نشوف على طول ازاي نعملها. اول حاجه لازم اكون بكريت الورك سبيس بتاعتي، تمام؟ فانا هسمي هنا مثلا الورك سبيس بتاعتي فيب ورك سبيس، تمام. مجرد ان انا عملتها لازم اتاكد في الادفانسد ان انا ايه في الترايل بتاعه الفابريك، تمام؟ عشان الايتم الليك هاوس مش هيرضى يتكريت الا لو انت عامل اكتيفيت لمايكروسوفت فابريك ترايل. اوكي، فهعمل كده ابلاي. كده انا عندي الورك سبيس بتاعي. طيب الخطوه اللي بعديها المفروض اعمل ايه؟ هروح عند كرييت والاقي في الداتا انجينيرنج الليك هاوس اللي هو زي ما قلنا كده تجميع بين الداتا وير هاوس والداتا ليك. فهسميها مثلا فيب فيب ليك هاوس. زي ما نشوف الموضوع بسيط ازاي، ان انت في ثواني بقى عندك ليك هاوس تقدر تستخدمها في اول ما بتكريت الفيب ليك او يعني الليك هاوس عامه بيكريت لك تيبلز وفايلز زي ما احنا شايفين كده. طبعا الاتنين فاضيين. يعني ايه؟ مجرد ان انت بتكريت الليك هاوس هو بيفترض ان انت عايز تخزن الداتا بتاعتك ايا كان الفايل بتاعها ايه، النوع بتاعها ايه. فبيسمح لك انك يبقى عندك فايل تحط فيه اي نوع الداتا بقى، عندك ايمجز، عندك سي اس في فايل، جيسون، ايا كان نوع الفايل هيحطه لك هنا. والتيبلز لو انت عايز تخلي كمان الداتا بتاعتك تيبلز بحيث تقدر تكويري عليها، تمام؟ فده كده اختيارين لازم نبقى عارفينهم. والحته اللي هنا ديت ده الليك هاوس. ممكن تعمل حاجه يعني اختيار ان انت تعمل ليك هاوس ده اللي هو تكسبلور الداتا فايل والفولدرز، شوف الداتا عندك شكلها عامل ازاي، او انك تختار SQL Analytics اند بوينت دوت بيسمح لك انك تقدر تكويري على الداتا بتاعتك. فتلاقيه فتح لك كده ايه مود جديد في بقى سكيماز والسكيورتي والحاجات دي، تقدر تكتب كويري هنا، تمام؟ طيب خلينا نبتدي في اول خطوه خالص، ان احنا اصلا نلود الداتا عشان نبدا نشوف ازاي لو احنا عايزين نحولها لتيبل ونكويري عليها ونفهم اكتر كل شويه حاجه جديده. طيب هاجي هنا عند مثلا فايلز وهعمل سب فولدر ونسميه رو داتا. ده كده الفايل اللي هيشيل الرو داتا بتاعتي، تمام؟ وبسهوله جدا هعمل ايه؟ هعمل ابلود لفايلز، تمام؟ هنا اختار بس الفايل بتاعي واعمل ابلود. خلاص انا كده عملت ابلود للفايل بتاعي. انا عندي مثلا فايل CSV فايل، الفايلز ده كل ده الداتا دي جايباها من مايكروسوفت نفسها، هي حاطه سامبل للداتا تقدر تشتغل عليها، تمام؟ انا كده خلاص خلصت لودنج للداتا بتاعتي. هنفتح هنا نشوف او نعمل ريفرش الاول. اه ده الايه الفايل بتاعي خلاص جه بسرعة جدا، وده الشكل بتاعه. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هاجي هنا ادوس على الرو داتا. ممكن على طول الود الداتا ديت لتيبلز زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين اهو كده اهو، اللي هو الداتا دي كلها انا ممكن اقول له ان انت حطها في تيبل.
فاهو كده بسهولة ممكن اهو نيو تيبل واسمي مثلا سيلز رو، او خليها رو سيلز. كده يبقى انا مثلا كأني بقول ان التيبل دوت شايل الرو داتا بتاعتي. طيب بيقول لك الفايل تايب ايه، انت حاطط الفايل بتاعك سي اس في ولا باركي ولا ايه؟ احنا حاطينه سي اس في. طيب في هيدر متهيألي في هيدر اهو، والسيبريتور بتاعي اللي هي الكوما، فهعمل كده لود. هو دلوقتي بيلود الداتا بتاعتي في تيبل اسمه رو سيلز. طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع ايه بسيط جدا، مجرد بس ان هو يخلص هنلاقي عندي تيبل هنا الكاريت اسمه الرو سيلز. تمام اهو كده الكاريت بقى عندي رو سيلز. ده كده واحنا عايزين نبص على شكل الداتا بتاعتي شكلها عامل ازاي. اهي كده الداتا بتاعتي لطيفة جدا وزي الفل. تمام ده كده ايه، ده كده الشكل. بص بقى هنلاقي هنا حاجات ممكن نختار منها. في هنا جيت داتا لو انت عايز تحط داتا برضو في التيبلز على طول. في هنا النيو سيمانتك موديل دوت الحاجة الخاصة بالباور بي اي. الناس اللي هي شاطرة في الباور بي اي هتبقى فاهمة الموضوع دوت. ودوت نوت بوك لو انت عايز تشتغل على الداتا بقى باي سبارك والكلام دوت وبس كده. طيب تعالى بقى ايه، ده كده الحته بتاعت الليك هاوس. كده احنا عرفنا ازاي نكريت ليك هاوس، ازاي نحط فايل، وازاي نخلي الفايل دوت في شكل تيبل. طيب بص لو انا دوست هنا كده، بص هنا في فيو ان انا اشوف بس شكل التيبل، او انا اشوف هو ازاي عمل له ستورنج. هلاقي ايه، في حاجه اسمها دلتا لوج. داتا انا قلت عليها اللي هما بيحطوها عشان يضيف حته الاسيد. في ده اللي بيميز الليك هاوس، ان انت بقى عندك فايل لوج تقدر تحط فيه اي حاجه بتحصل في الداتا، تقدر تسجلها هنا في اللوج بتاعتك. وبيحط الداتا نفسها في شكل باركيه فايل. بص كده اهو، فكل ما تلود داتا بس هتلاقي الفايلز دي بتزيد دوت باركي فايل دوت باركي فايل. واي واللوج دوت بيبقى اللي فوقيهم اللي هو اي حاجه حصلت للداتا بيسجلها. طيب كده احنا كده خلصنا الحته دي مهمه جدا. تعالى بقى لو احنا عايزين نشوف الاند بوينت بتاعي. طيب اول حاجه تعالى نعمل نيو كويري. تمام ومثلا نقول مثلا select asterisk from وتعالى نرن. اهو ده شكل الداتا بتاعتي. ده بقى اس كيو ال عادي. انت ممكن تبدا بقى مثلا تقول مثلا select where مثلا where ال الاوردر ديت مثلا equal. فكده جاب لي الداتا الخاصه بالجزئيه دي. طيب ده كده بنستخدم اس كيو ال عادي. وهنا برضو خلينا نقول في جزئيه في جزئيه تانية. هنا في تو اوبشن، ممكن نعمل كويري جديده او نعمل نيو فيجوال كويري دوت اللي هو شغال على باور كويري. زي ما قلنا كده الناس اللي هي عملت باور بي اي هي هتلاقيها عارفه الحاجات دي. فدي اللي هي جاست ان انت عشان تبلد فبتدراج ودروب التيبل بتاعك. نعمله دراج اند دروب فبيحط لي ان ده الرو سيلز هو عباره عن السورس وداتابيز وتيبل. وهنا بقى انت بتضيف حاجه انت عايزها. هل مثلا عايز تتشوز كولوم معين، فمثلا انا عايزه سيلكت مثلا الاوردر تيبل والاوردر مش عارفه ايه والكاستمر والايميل وادوس اوك. فكده انت اخترت دول بس. طب يعني فاهم ان انت كأنك بترسم الكويري بتاعتك. يعني انت عايز تجمع مثلا فتقول aggregate مثلا في هنا aggregation او خليها جروب باي. هنجروب باي ايه مثلا باي مثلا order date وهنكاونت ده اسم الكولوم الجديد او نكاونت الروز مثلا ونسميها اي حاجة ونعمل كده. فايه يقول لك هو ده كل يوم والنمبر اوف ترانزاكشنز فيه وهكذا. يعني انت كأنك بترسم على بتكتب يعني الكويري بس بشكل ايه، بشكل فيجوال. بس كده ده كده باختصار الليك هاوس. اتعاملنا شوية وعرفنا اهم الحاجات فيه. حتة ال SQL endpoint دي حاجة مهمة، والليك هاوس شفنا حتة الفايلز ازاي بيعمل لها ستورنج سواء في الدلتا لوج او الفايل نفسه التيبل نفسه بيعمل له ستورنج از باركي فايل. وعرفنا الورك سبيس وتعرفنا شوية على الفابريك بلاتفورم.
ان شاء الله نكمل الفيديوز بقى، ونبدأ كل شوية نحط ايه حاجة اقوى. بص، لازم طبعا بعد ما تخلص تعمل ديليت للورك سبيس بتاعتك، علشان الريسورسز بتاعتك. فنعمل وبعدين نعمل ديليت. بس كده، والسلام عليكم.